السلام عليكم. خبر حزين ان انت تشوف مجموعة من افضل العربيات اللي موجودة في السوق مش هنشوفها بداية من سنة 23. بعض الشركات قررت توقف بعض موديلاتها بسبب قلة المبيعات والخسائر اللي حققتها، وبعض الشركات التانية قررت توقف موديلات عربياتها بسبب المحاذير اللي حطتها بعض الدول الأوروبية لانبعاثات الكربون. فبعض الشركات قررت انها تتخلى عن مواتير كبيرة مثلا وضخمة وجبارة زي مواتير الفي 8، ففضلوا ان هم يوقفوا موديلات بتستخدم المواتير دي على انهم يركبوا مواتير تاني اضعف في نفس الموديلات عشان يحافظوا على الاساطير بتاعتهم، ما يهينوش العربيه بان هم يقدموها بموتور اصغر واضعف. في الفيديو ده هنشوف 11 عربيه من اهم العربيات اللي هتوقف انتاجها سنه 23. هبتدي الفيديو بعربيه اسطوريه وهنهيه بعربيه اسطوريه، فيلا نبتدي ونشوف العربيات اللي معانا. رقم 1، دوج تشالنجر هيلكات. هيلكات بتمثل ايقونه لحقبه العربيات الفي 8 اللي اصبح من الصعب حاليا انتاجها بنفس المحرك من جديد. المهندسين لقوا ان من المستحيل المحافظه على قوه الموتور وفي نفس الوقت الامتثال للشروط الجديده اللي اتفرضت عليهم، فقرروا يوقفوا انتاجها للمحافظه على الذكريات السعيده والقويه اللي سايباها العربيه في ذاكره ناس كتير، وقرروا يستبدلوها بموديلات تاني تحت مسمى اي ماسل. رقم 2، لامبرجيني ايفانتادور. كتير من خبراء السيارات قالوا ان ايفانتادور لازم كانت تقف تصنيعها من وقت طويل، لكن شركة لامبرجيني كانت رافضة التخلي عن الموديل ده لحد ما وجدوا خطة بديلة، وهي إنتاج موديل هجين منها بدل التخلي عنها تماما. رقم 3، تسلا موديل اس بليد بلس. تسلا عندها مشاكل في التسليمات وده معروف لناس كتير. الشركة كانت أعلنت إن النموذج ده هينتج بداية من سنة 2020 بسعر 150 ألف دولار وبطارية بتمشي حوالي 840 كيلومتر. الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك أعلن مؤخرا إن تركيزهم الفترة الجاية هيكون على موديلات تاني غير الموديل ده، وبالتالي الموديل ده مش هيطرح في سنة 23. رقم 4، فورد ايكو سبورت. فورد ايكو سبورت من العربيات المفضلة لناس كتير وحققت مبيعات كويسة جدا، ومع ذلك شركة فورد قررت في قرار مفاجئ إن هي توقف تصنيعها مستقبلا بعد 5 سنين من ظهورها في السوق. إيه السبب؟ مش عارفين. رقم 5، بورش ماكان تيربو. بعض محبي بورش ممكن يقلقوا من الخبر ده، بالذات ان العربية دي ادائها عالي جدا. الحقيقة ان بورش مش هتتخلى تماما عن الطراز ده، ولكن هتشيل منه اسم تيربو وهتستبدله بموديل جي تي اس اللي هيبدأ طرحه من عام 23. دي احد المناورات اللي بتقوم بيها الشركات عشان تحافظ على موديلاتها القديمة بنفس الاسم ولكن بالالتزام بالمعايير الجديدة. رقم 6، كيا كادينزا. احد مفاجآت شركة كيا انها قررت توقف كيا كادينزا، ولكن القرار كان ليه سبب وجيه جدا، ان العربية حققت خسائر غير متوقعة والمبيعات بتاعتها ما كانش زي ما هو مأمول منها. مع انخفاض كيرف المبيعات وخاصة في الولايات المتحدة قررت كيا وقف انتاجها تماما وتغيير اسمها الكي 8 وهيتم تسويقها خارج الولايات المتحدة. رقم 7، بي ام دبليو ار 3. بي ام دبليو مؤخرا كانت على رأس اللاعبين في سوق السيارات، مش بس مع اصداراتها الجديده زي بي ام دبليو سي اس ال، ولكن برضو مع السيارات الكهربائيه الجديده اللي طرحتها مع التحفظ على التصاميم اللي هي عملتها اللي ما كانتش بتعجب ناس كتير وانا واحد منهم. اكتر موديل كان محل الشك بقى هو الاي 3 ده، بدايه من تصميمه السيء وصولا لسعره المرتفع جدا. وفي الحقيقه خبر وقف انتاج الموديل ده كان خبر سعيد لناس كتير من محبي بي ام دبليو. رقم 8، تويوتا لاند كروزر. طبعا مجرد ذكر ان تويوتا لاند كروزر هتقف ممكن يعصب ناس كتير جدا، ممكن يخلي الناس ما تصدقش ان تويوتا قررت تستغنى عن موديل من افضل الموديلات اللي موجوده ليها في السوق ومن اكتر الموديلات مبيعا ومن اكتر الموديلات اللي ليها سمعه قويه. لكن القصه مشابهه تقريبا لقصه بورش ماكين، مجرد مناورات للشركه. كل الحكايه ان هم هيغيروا العلامه التجاريه من الموديل ده واستبدالها باسم جديد. ايه السبب؟ انا الحقيقه مش عارف. الاسم فعلا تم وقف استخدامه في الولايات المتحدة، لكن شخصيا استبعد تماما ان هو يتم تغييره على الاقل في المنظور القريب في منطقة الشرق الاوسط وبالاخص في منطقة الخليج، لارتباط الناس باسم لاند كروزر وحبهم ليها، واللي ممكن يأثر على مبيعات العربية لو نزلت حتى باسم جديد، لان بمنتهى البساطة هتلاقي اخواننا في الخليج هيقول لك هذه مو اصلية. رقم 9، شيفروليه كامارو. شيفروليه دي لها فترة كبيرة جدا بتنتج الكامارو المنافس الشرس للموستنج، ولكن للأسف بداية من سنة 23 مش هنشوف موديلات جديدة منها وهيتوقف إنتاجها. السبب اللي ممكن يكون غريب للبعض إن العربية الأسطورية بقت عبء على الشركة بسبب الخسائر اللي تسببت فيها. شيفروليه حاولت تنعش المبيعات بتقديمها بموديلات من عربيات ب4 سلندر و6 سلندر، لكن الحقيقه ده ما غيرش من واقع الامر في شيء، وبكده هتكون واحده من النهايات الحزينه لعربيه من اكتر العربيات اللي ليها ذكريات عند الناس واللي ليها اسم كبير جدا في السوق. رقم 10،
مرسيدس AMG C63. مرسيدس هتواصل انتاج موديلات اس بما فيهم ال 63، ولكن الشيء اللي هتتخلى عنه هو الموتور الجبار ال V8 اللي كان موجود في العربيه دي. موتور ال V8 اللي كانت مرسيدس بتنتجه سواء تنفس طبيعي او تربو هتوقف انتاجه بسبب قوانين انبعاثات الكربون، وبالتالي هتتخلى عن الموتور ده لصالح مواتير تاني باستثناء بعض الموديلات القليله زي الجي كلاس اللي في الغالب هيتم تسويقها خارج اوروبا. اخيرا معانا رقم 11، وهي تعتبر صدمه لمحبي السيارات الرياضيه، اسطوره نيسان. رقم 11 نيسان GT-R R35. GT-R قدمت تاريخ رائع جدا بدايه من سنه 2009 لحد دلوقتي، ومع ذلك ردود الفعل عنها كانت متباينه، مع ان نيسان من وقت للتاني كانت بتحاول تطور منها على مستوى القوه او التصميم، ولكن التطوير ده كان محدود وما كانش بالقوه المتوقعه من ناس كتير. العربيه حرفيا هيسدل عليها الستار لصالح موديلات جديده تحمل علامه GT-R برضه، لكن السؤال هل هتقدر تكمل المسيره اللي عملتها GT-R نفسها ولا لا؟ الكوره حاليا في ملعب نيسان. بكده نكون وصلنا لاخر عربيه من العربيات اللي هيوقف انتاجها في سنه 23. في وجهة نظركم ايه اكتر عربية انتوا حزينين عليها ان هيوقف انتاجها ومش هنشوفها تاني بداية من السنة الجديدة؟ بكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو ده، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. مع السلامة.